عايز برضه بس يخسر هو استخدم جارد في السوق فاير، حتى لو دبل سوق فاير قلبه. انت فاهم في الحاجات دي صح؟ فهمت ايه؟ انت فاهم في الحاجات دي؟ على قد يعني. طب ماشي، ممكن تشرح لي بقى ايه اللي موجود في الجهاز؟ اشرح لي ايه اللي موجود في الجهاز دلوقتي حالا. طيب بص، ده جهاز كمبيوتر عادي خالص. ادي ماذر بورد، بروسيسور، رامات، جي بي يو، باور سبلاي. اديني شويه تفاصيل. حلو، يعني رامات كام جيجا مثلا؟ عادي يعني 16 مش ماشي. دي دي ار 4 بس كمان؟ لا وحشه حاجه صعبه دلوقتي. طب ماشي، والهارد؟ الهارد ده 256 اس اس دي يعني مش حاجه. طيب ماشي، والبروسيسور بقى؟ بروسيسور اي 7 والله، كور اي 7 عادي يعني. كور اي 7 اللي هو الشيب سيت اكس 99. ده بكام؟ بروسيسور بكام؟ اه والله مبلغ بسيط خالص، حوالي $1500 تقريبا، $1200. 1200 ده بالمصري يعني 3000 جنيه؟ 3000 مين؟ جنيه 3000 مين يعني؟ طيب ماشي، لو نزلنا تحت ده الكارت ده ايه؟ ده كارت جي تي اكس 1080 اللي هو 1080 بالعربي. ب 1080 اللي هو كام بالعربي. دولار بالعربي؟ لا بالانجليزي. عايز تعرف سعره بالمصري عادي يعني. لا قول لي يعني بالدولار، يعني خليها متدرجه شويه، قول لي بالدولار وانا هفهم وهجيب بالمصري. يعني تقدر تقول بالدولار حوالي $700 ولا حاجه يعني. لا رخيص، 750 كده رخيص يعني. بالنسبه للبروسيسور. اه طب والمذر بورد بقى؟ ماذر بورد، تعالى بص كده، انزل تحت. انزل تحت. شايف هنا؟ اللي بتنور وتطفي دي؟ ايوه ايسوس. ايوه اسوس ايه بقى؟ ريبابليك اوف جيمرز. تمام. استغفر الله العظيم، الشتيمه دي ولا ايه؟ طب ماشي، قول لي بقى ده كاستم ليكويد؟ على حسب الجهاز. ده اسمه كاستم لوب، جاي من سيرمال تيك. تمام. في كيس من سيرمال تيك، والكاستم لوب ده كله برضه بيبقى جاي من سيرمال تيك، بس دي بتيجي تيوب عاديه. تمام. انت بتختار او بتنفذ الشكل اللي بتصممه الاول قبل ما تنفذه، يعني الشكل اللي انت عايز تعمل بيه التيوبس، بحيث انها تتنيها مثلا كده بالزاويه دي. تيجي هنا تاخد مثلا كيرف زي ده، تيجي هنا تعمل كده يعني علشان تختار الشكل اللي انت عايزه. تمام. في جهاز مثلا كنت عامله قبل كده، كانت عامله زي السبندل نازله لفه حوالين بعضيها يعني. تمام كده. طب حلو، ده الرادياتير ده كام حصان؟ لا هو مش بالحصان، هو بالحجم يعني. كل ما الرادياتير بقى اكبر، كل ما بيبرد احسن بكتير جدا، ويقدر يبرد مثلا مش كارت واحد، لا كذا كارت من ده مع بعض، مثلا لو هو داخل في اللوب. حلو. طيب هسألك سؤال تاني، الليكويد اللي موجود ده ايه؟ دي ميه عاديه، ولكن ميه فيها مواد معينه علشان فيها فراولة؟ لا مش فراوله، هي بتبقى الوان. بيبقى فيها مواد معينه علشان ما يبقاش فيه لون فيتجمع او يسد الرادياتير، ويجي بعد فتره يبقى سبب ان هو يصدي او يعمل مشاكل. لو اللون فيه كتل ولا حاجه يعمل مشاكل في المضخه اللي تحت دي. طب اقول لك سؤال تاني. هي هنا دي. دي المضخه. دي المضخه وده الخزان. تمام. المضخه دي بيبقى فيها منها قوه مختلفه على حسب الرادياتير ولا هي حاجه واحده؟ هي المضخه اصلا بيبقى فيها سرعات مختلفه، زي الفان سبيد بالظبط كده، زي سرعه المروحه. تمام. هي بتبقى راكبه زي على نفس الكنترولر بتاع الفان سبيد، بحيث لو انت خليت في الاب اللي انت بتستخدمه السرعه بتاعه المراوح تبقى اسرع، فهو اوريدي بيخلي البامب اسرع، فالليكويد الدوره بتاعته بتبقى اسرع، فبيبرد بشكل احسن. طب ممكن تقول لي كوست الجهاز ده كلها على بعضها، كل الجهاز كده كله على بعضه كام؟ يعني بنتكلم في كلام فاضي حوالي كام؟ قول لي كام؟ كلام فاضي والله، حوالي 100000. ايه؟ 100000 بس. ايه قليل؟ قليل؟ لا عادي يعني. عايز تصور مع الجهاز كام؟ لا انا بتكلم على الجهاز ككل. الجهاز كله 100000. طب ممكن ابعد، ما يغلاش عليك والله، بس درجات. طيب بما ان الجهاز ده ب 100000 هنبص عليه بصه اخيره. بص هنا انت اللي عامله كله صح؟ هو الجهاز ده بيجي بشكل مختلف تماما عن الشكل ده، وانا كنت عامله بالتعاون مع موقع اسمه جيم زاد. انا كان ماين بيج كنت عامله بالتعاون مع بيج تانية اسمها جيم زاد. تمام. حفر الكلام ده واتعملت المواسير بالشكل ده. والباور سبلاي ده بيجي يعني بص انزل تحت كده، الباور سبلاي ده كان بيجي بلون جولد.
مش احمر. آه. احنا دهنا اللون ده تمام. وخليناه احمر عشان يبقى ماتش مع الثيم هو بتاع يعني الجهاز كله. بص 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 الناس يعني اول ما لقت 100,000 مكتوب ايه؟ كلام تافه خالص. فعلا. طيب يعني ماشي. ماشي. والله كلكم بقيتوا ولاد الادب، مفيش حد مش هينفع تعمل بلوك لكل دول. لا مش هعمل لكم بلوك. الكلمه دي حد فينا عادي دلوقتي. عادي بالنسبه للجهاز ده عادي، مش مشاكل. طيب قشطه. خلاص.